إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على 14 صغير وتلميذ بمدرسة دولية بالإسكندرية إلى فضيلة المفتي. في قضية الجنايني المتهم بالاعتداء على 14 صغير وتلميذ بمدرسة دولية بالإسكندرية، واللي اتحال فيها إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي في إعدامه، القضية قعدت 10 أيام بس وصدر فيها الحكم. اللي أنا متأكد منه إن الحكم ده هيشفي غليل أولياء الأمور وهيبرد قلبهم، ولكن ده حكم محكمة أول درجة واتاخد في 10 أيام بس. واحتراما لأحكام القضاء ولا تعقيب على حكم محكمة أول درجة، ولكن هيتم الطعن طبعا بالاستئناف على هذا الحكم، ولكن محكمة الاستئناف هيكون ليها رأي تاني. هل سيتم إلغاء الحكم وتخفيض العقوبة؟ هل سيتم إلغاء عقوبة الإعدام؟ ده اللي هنشوفه، وخاصة إن القضية زي ما قلت لكم اتحكم فيها في 10 أيام. تحياتي.